يسعد مساكم مستمعينا ومتابعينا متابعي إذاعة بوير اف ام على الموجة 103.5. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. رح كون أنا معكم عماد خلف من وراء الميكروفون، زملائي بالكنترول والبث المباشر رشيد الرشيد وشيرين مسور. ضيفي بالاستديو الدكتور عبد الرحيم أحمد، اختصاصي بأمراض الأطفال وحديثي الولادة. خلونا نحن وأنتم نرحب بضيفنا لنبدأ بحلقتنا. يسعد مساك دكتور. يسعد مساكم، يا اهلا وسهلا. مستمعينا إذا حابين تنضموا لنا، أي حدا عنده أي سؤال فيكم تنضموا عبر الاتصال بالرقم الأرضي 429 101، عبر الواتساب 093 82 80 81 4. أيضا عبر البث المباشر بوير عربي فيكم تنضموا للبرنامج عبر أي رسالة تكتبوها على البث المباشر، رح نجاوب على السؤال أكيد. هلأ مستمعينا، نحن فايتين بفصل الشتاء. من المفروض انه نكون نحن فايتين بفصل الشتاء، ولكن الجو شوي تأخر. فرح نحكي على المراجعين والأطفال اللي بيراجعوا العيادات، الأكثر الحالات اللي عم تراجع العيادات اللي هن التهاب شعب هوائية وقصيبات. يا ترى شو هو هالمرض هذا؟ كتير مرات بنسمع انه الآباء بيقولوا انه الطبيب قال هيك المرض. فشو هي الاسباب، شو هي الاعراض اللي بتظهر على الطفل اللي عم ينصاب بهالمرض هذا؟ كيف بيتم التشخيص، العلاج، وكثير من الاسئله رح نطرحها على الضيف الدكتور عبد الرحيم. بدايه دكتور، لو تشرحوا لنا موضوع التهاب الشعب الهوائيه والقصيبات. تمام. اول شيء يسعد مساكم. اهلا وسهلا. التهاب القصيبات الشعريه او باللغه العلميه نحن بنسميه ريسبيراتوري سينيسيال فيروس. هو نمط من اسمه مبين التهاب فيروسي، وبالتالي فحدوثه الأكثر بيكون ببداية الشتاء مع فصل الخريف وأول الشتاء، خاصة مع توارد الأطفال للمدارس وللحضانات والأمور هدول. الإصابة الفيروسية بتبلش بإنتان تنفسي عادي، يعني بيبلش عند الطفل أعراض زكام عادي، احتقان بالأغشية المخاطية، احتقان أنف أو سيلان أنف، عطاس خفيف، ترفع حروري بيكون شيء خفيف. بعد 24 أو 48 ساعة بيهاجم الفيروس الشعب الهوائية الانتهائية وخاصة القصيبات الشعرية. الفيروس لما بيهاجم هالقصيبات الانتهائية أو الشعرية بيبلش بيعمل الآلية الإمراضية تبعيته، اللي هي عبارة عن شغلتين أساسيات. أول شغلة بيعمل وزمة بجدار الشعب القصبية، وبالتالي بيعمل تضيق على مستوى الشعب القصبية، وبالتالي بنشوف نحن العرض الأساسي بهالمرض اللي هو عبارة عن الوزيز والتطاول الزفير. الطفل في صوت تزمير بصدره مثل خزة. هذا بيعتبر العرض الأساسي اللي بنشوفه حتى خاصة بالإصغايات، وأحيانا بدون سماع بيكون الصوت واضح. الآلية الثانية نتيجة هالوزمة اللي صارت بالقصيبات بصير القصبة المتوزمة بتفرز مخاط أو ما يسمى بالبلغم، فبالتالي هالقصبة بتبلش تسكر، وبالتالي ببلش يظهر عند الطفل ضيق التنفس. بالإضافة لأنه هالبلغم هذا مادة غريبة الطفل بده يطرده، فبيصير عنده عرض أساسي ثاني هو السعال. نتيجة تراكم هالمفرزات جوا ونتيجة الوزمة اللي صارت بيصير عنده الطفل حرارة، بيصير عنده سعال منتج يعني في بلغم مرافق، زلة جهدية، تعب أثناء الرضاعة أو الأمور الثانية. الملاحظ بهذا المرض أنه أعراضه الاشتدادية بتكون بساعات الليل أكثر من النهار. يعني الأهل بيقولوا لك الطفل بالنهار وضعه مرتاح، بس كل ما اجى الليل ببلش الأمور تزداد. شو السبب دكتور؟ السبب أنه دورة نشاط الفيروس بساعات الليل بتكون أكثر. بالإضافة لهالشيء هذا الطفل بحالة الليل بيكون نايم، وبالتالي هالمفرزات القصبية بتتراكم بالقصبات بشكل أكثر، فبتعمل مثل سدادة، ببلش الطفل تظهر عنده أعراض الزائدة الزلة التنفسية. إذا التهاب القصيبات الشعرية أو الريسبيراتوري سينيسيال فيروس التهاب فيروسي، سببه فيروس بيسموه التهاب فيروس التهاب القصيبات المخلوي، أو بيسموه الريسبيراتوري فيروس. هذا الفيروس بيعمل وزمة ومخاط غزير بالقصبات، بيؤدي إلى أعراض أساسية هي عبارة عن حرارة، سعال، وزلة تنفسية. طب دكتور، إذا رجعنا للأسباب، يعني شو هي الأسباب اللي تؤدي لهالحالة هاي، للوصول لهالمرض تمام. هذا؟ هلا نحن مثل ما قلنا بالبداية انه هذا الفيروس له مواسمه، تجي اولا باول اخر الخريف واول الشتوية، وكمان بفترة فصل الربيع، يعني تقريبا اواخر اذار واوائل نيسان. اللي بيساعد الفيروس انه ينتشر اكثر المدارس مثلا. طفل هلا الفيروس بيعتبر معدي بشدة،
نعم. يعني معدي بشدة. مثلا طفل مصاب بهالفيروس وراح على الروضة، عندنا الروضات أو المدارس معروف أنه تكون فيها عدد أكثر طبعا. من الطلاب أو الأولاد الصغار. احيانا عدم اتباع الشروط الصحيه المناسبه. مثلا في روضه من الروضات الطفل بيروح مثلا بيقعد مع رفقاته بيسعل بوشه وما في وعوال ووقايه او عزل عند الاطفال، ما بيعرفوا يعملوا طبعا. يبعدوا عن بعض بشكل كويس، فبصير الفيروس ينتقل لرفقاته. واحيانا نحن بالحضانه نفسها القائمين على الحضانه بيقوموا بنشر هذا الفيروس من خلال استعمال نفس الكاسه او نفس الملعقه للاطفال، استعمال نفس المحارم. نعم. الغرفه بتكون ضيقه، ما عم بيهووا الغرفه او بيستقبلوا الطفل المريض. فهاي الجائحات بتكتر بأول الشتوية وبآخر تماما. الربيع. دكتور، هاي من ناحية العدوى، طب الطفل اللي بينصاب يعني نتيجة إصابته أو سبب الإصابة. سبب الإصابة هو فيروس. مهم. هالفيروس هذا أول شيء بيستوطن الأغشية المخاطية بالأنف. أيوة. طبعا الفيروسات معروف أنه إذا فاتت على الغشاء المخاطي في وسط في رطوبة في رطوبة. درجة حرارة مناسبة، ببلش هالفيروس يطور نفسه ويتكاثر. مهم. ل 24 48 ساعة ببلش ينتقل للبلعوم بعدين للشعب الهوائية. مهم. بمجرد ما وصل الفيروس للشعب الهوائية بياخذ مجده، ببلش يعمل وزبة بالغشاء المخاطي للقصبات وبالتالي يسكر القصبة، فبصير عندنا العرض الأساسي اللي قلنا له اللي هو الوزيز والتطاول الزفير. بيصير عنده عرض ثاني هو زيادة المفرزات القصبية وبالتالي يصير عنده سعال. الطفل نتيجة ضيق النفس عنده السعلة ببلش حتى عند الأطفال الصغار اللي هلا بدنا نحكي عنه سابقا شو هي عوامل الخطورة. ببلش الطفل تخف رضاعته أو بخف تماما. تناوله للسوائل والأكل. فنحن العامل الأساسي اللي نحن بدنا نقاوم فيها الفيروس إنه نحن نكتر السوائل. أيوة. والطفل لما بيقل سوائله فبتشوف الطفل بلش يتجفف، بلش يسعل، بيضيق نفسه، ما عاد يقدر يرضع، وبالتالي بيحتاج عناية طبية بشكل خاص لنقدر نخلصه فيها. أكيد. فالفيروس بينتشر بأماكن التجمعات أكثر شيء. بينتقل من شخص لشخص عن طريق الإرزاز التنفسي الموجود فيه أو عن طريق استعمال أدوات المريض نفسهم، مثلا البشكير أو الكاسة أو الملعقة أو كذا. بالمدارس مثل ما قلنا الطفل بيكون قاعد بجنب رفيقه وما بيعرف بيحكي معه، بيحط وشه بوشه بيسعل بوشه فبيعدي. أكيد. فبيجي هذا الطفل على البيت كمان يوم ثاني يوم بلشت عنده الأعراض بتظهر. بتمنى من الأمهات والآباء اللي هلا عم يسمعونا وحتى اللي عم يشاهدونا على البث المباشر إنه يعني ياخذوا بهالنصائح هاي قدر الإمكان. مثل ما ذكرت الدكتور إنه الطفل ربما موضوع التوعية بالروضات يعني هلا ما في ممكن. حدا بيتمنى انه ابنه ينصاب أكيد. بالفيروس. فنحن هلا اذا اي طفل انصاب بالفيروس اذا ما بعته على الروضه بيكون انا حميت رفقاته من أفضل. الموضوع هذا. وبالعكس لما ما الطفل احد عناصر العنايه بالطفل انه هو الراحه بالبيت. أيوة. الجو الدافي الكويس بالاضافه للسوائل الكثير والجو النظيف. يعني هلا نحن الفيروس لما بيعمل تشنج بالشعب الهوائيه في عوامل بتزيد الطين بله، وجود دخان بالبيت. أيوة. او وجود الرطوبه، وجود عجقه بالغرفه. هلا مثلا طفل معه التهاب وصعوبات شعريه يحطوا مع 10 اشخاص ببلش يضيق نفسه اكثر، بيسعل اكثر. اما مثلا يكون قاعد لحاله الغرفه، جو الغرفه نظيف، الشباك عم ينفتح عم يتهوى جو الغرفه، عم نقدم له سوائل سخنه مثل الزهورات، ما زهورات، زعتر، مليسه، بابونج، بالاضافه للراحه بالبيت وجو دافي بيطيب بشكل اسرع. وبنفس الوقت نحن منعنا انه رفقاته ينعدوا بالمرض. بالضبط. حابب اذكر مستمعينا اللي عم يسمعونا انتم هلا عم تسمعوا برنامج صحتك بالدنيا. ضيفي بالاستديو الدكتور عبد الرحيم احمد، اختصاصي بامراض الاطفال. اي حدا عنده اي سؤال فينه ينضم لنا عبر الرقم الارضي 429 101. مشاهدينا على البث المباشر بويا العربي بخدمتكم، اي سؤال بتكتبوه اكيد رح نجاوب عليه. ايضا فيكم تنضموا عبر الواتساب عبر اي رساله 093 82 80 81 4. موضوعنا عم نحكي عن موضوع التهاب الشعب الهوائية والقصيبات. دكتور، ذكرتوا الأعراض وأيضا بتمنى أنه الآباء والأمهات استفادوا منها. بالعيادة دكتور كيف بتشخصوا المرض يعني كتشخيص نهائي؟ هلا تشخيص المرض هو تشخيص سريري بصراحة. تماما. الطفل بيجي على العيادة الشكوى الأساسية إنه الطفل ما عم بيقدر ينام بالليل، عم بيسعل كثير، عم بيضيق نفسه. قصة المرضية. قصة المرضية. العرض الأساسي مثل ما قلنا بالسماع عندك وزيز وتطاول زفير واضح وشديد. الطفل عنده طبعا صوت تزمير خزي. أيوة. بصدره لما بياخذ الشهيق في وزيز كثير. أيوة. واثناء الزفير كمان في تطاول زفير. فهذا العرض الاساسي بالموضوع. بالاضافه لهالشيء هذا بتشوف الاغشيه المخاطيه بالانف معبايه مفرزات. فحص البلعوم في احتقان التهاب بلعوم احتقاني شديد. أيوة. بالاضافه لاعراض الحراره، قله الرضاعه او قله تناول الطعام. فتشخيصه سريري. في بعض الحالات
اللي بيكون في عندنا مثلا الطفل صار في إهمال بالعلاج أو تطورت مهم. معه الأمور، أو على الإصغائيات شاف الطبيب إنه في عنده مثلا خراخر ناعمة بالرئتين مهم. أو كذا، فأحيانا يمكن هالمرض يختلط بإصابة ثانية نحن نسميها ذات رئة، أها. أي ذات رئة وقصبات في سياق التهاب قصيبات شعرية عُلج أو أهمل بشكل ثاني. فهدول يمكن نعمل لهم صورة صدر بسيطة مهم. بنستفيد منها إنه إذا في عندي أعراض إصابة رئوية مرافقة ولا ما في. أما 95% من الحالات تشخيصها السريري فقط، بالسماعة وبالفحص السريري للطفل بتكون الأعراض واضحة. تماما. حقيقة النقطة اللي وقفت عندها دكتور انه موضوع عدم التشخيص، او اذا خلينا نحكي عن عوامل الخطورة والمضاعفات في حال الاهمال هالطفل تمام. هذا شو راح تشكل؟ هلا مثلا نحن فيروس التهاب القصيبات الشعرية يمكن يصيب الأطفال من عمر اليوم لحديث العمر المدرسي 6 7 سنين نعم. وأحيانا 12 سنة. مهم. بالعامية بيطلقوا عليه مرض اسمه بيقولوا ربو الأطفال، تماما. بيقلد الربو هو هذا اها. الفيروس. الأطفال اللي أوزانهم قليلة، في أطفال بيجوا نحن بنسميهم الخداج، بيكون وزنه قليل، عندهم الرئة غير مكتملة النضج. في أطفال بيكون عندهم إصابات قلبية، عندهم فتحة بين البطينين، فتحة بين الأذينين، أو نعم. عنده مثلا رباعي فالو، هدول كمان بيكون عندهم عوامل الخطورة أكثر. في أطفال بيكون عندهم مرض السكري، وبالتالي هالفيروس يمكن يعملهم هجمات من ارتفاع السكر أو هبوط السكر بالعكس. في الأطفال اللي بيكون عندهم بالأصل قصور تنفسي الربوي شكل، مهم. أو عندهم مثلا تشوه قصبي، أو عندهم توسع قصبات، مهم. فهدول مع هالفيروس بتصير أعراض المرض الأساسي مع أعراض الفيروس بتصير الإصابة كثير مزعجة للطفل. مهم. عند الخداج الطفل أول عرض بيجينا فيه إنه يا أخي ما عم بيقدر يرضع، مهم. الطفل مثبط تماما، ما عم بيقدر يمص، مزلول تماما، تمام. عنده وزيز، عنده تطاول زفير، الحالة العامة سيئة، لأنه هالطفل إذا ما رضع 3 4 ساعات صار عنده هبوط سكر وهبوط بالسوائل، وبالتالي بيتجفف. اكيد. فهدول بنضطر نحن نعمل لهم إماهة وريدية، بنعمل لهم جلسات إرزاز مهم. مشان نجنبهم. عند الأطفال اللي عندهم إصابة قلبية كمان، هدول بدنا نراعي وجود الأدوية القلبية اللي مثلا طبعا. بتعمل ارتفاع توتر رئوي. عند المرضى السكري بنراقب السكر. عند الأطفال اللي عندهم توسع قصبات أو عندهم تشوه قصبي أو كذا، هدول بدنا معالجات وريدية أو معالجات حسب الحالة اللي بيراجعونا فيها أطفال. أما بالمجمل الأطفال العاديين علاجهم بيعتمد على الإماهة الجيدة للسوائل، يعني بدنا نميه الطفل بشكل جيد الإكسار من السوائل. مهم. الشغلة الثانية بنعطي شيء يساعد على لزوجة المفرزات القصبية، يعني شيء بيسموه الكاربوسيستين أو اها. حالات البلغم، مهم. بالإضافة للعامل الأساسي بالعلاج اللي هو تبخيرة الرذاذ أو جلسات الإرزاز. أدوية مثل سالبوتامول أو مهم. الكورتيكوفينت، هدول أدوية بينعملوا على شكل جرسات إلساس، فينا نعمل كل 4 6 ساعات جلسة، وبالتالي الطفل لما هالسدادات البلغمية عنده بتنحل، البلغم بيصير عنده طري، بالوزيز راح، فبيقدر يرضع وبيتناول سوائله، يرتاح يعني. لأنه فترة حضانة الفيروس معروفة من 5 إلى 7 أيام وبيطلع إن شاء تماما. الله. دكتور حقيقة ذكرت نقطة مهمة، هو موضوع انه هالحالة هاي بتقلد مرض الربو، تمام. فمشان نفرق يعني لحتى الامهات والاباء يعرفوا انه يعني في اعراض سريرية تفرق بين هالحالتين. تماما. مم. هلا الربو هو إصابة تحسسية على مستوى مستقبلات الاي جي اي. عند الأطفال أي إنسان في مستقبلات بالقصبات بسموها نحن الاي جي اي، بدنا نشبهها مثلا ببالونة صغيرة نعم. موجودة بقلب القصبات. الربو التحسسي إنه في أشخاص عندهم حساسية اتجاه موجودات موجودة بالبيئة. في تمام. منهم بيتحسسوا من الدخان، في منهم بيتحسسوا من الغبار، في منهم بيتحسسوا من الرطوبة، في منهم بيتحسسوا من من المواد العطورات، الكيميائية، من العطورات. غبار في الطلع. تماما. مم. فهل الحساسية هاي بمجرد ما وصلت لها عند الشخص اللي عنده استعداد للحساسية، مستقبلات الاي جي هاي بتنفجر وبتفرز مادة اسمها الانتي هيستامين. اها. هالانتي هيستامين شو عرضه؟ بيساوي تشنج قصبي. ايوه. هالقصبة تسكرت، وبالتالي المريض بلش يصير عنده تنفس زلة جهدي ايه. وتنفس جهدي وما عم يتعب. لا في عنده أعراض حرارة، لا في عنده مفرزات قصبية، ولا في عنده شيء ابدا. نهائيا، ويمكن تجي بأي يوم وبأي ساعة وقت من السنة. مم. فالربو هو مرض مزمن، سببه استعداد تحسسي لمواد منبهات معينة في البيئة بتعمل له تشنج قصبي نتيجة التحريض هالمادة على انفجار المستقبلات الهستامين الموجودة بالقصبات. أما التهاب القصيبات الشعرية يمكن يجي عند مريض ربوي، بنشوف مع التشنج القصبي طبعا بتكون الحالة هون أسوأ شوي. مم. مع التشنج القصبي بيكون في عنده بلغم، في عنده حرارة، في عنده أعراض رشح. حتى بدنا نذكر هون أنه
أحد محرضات هجمة الربو غير المواد الحساسية الرشح بحد ذاته أو تماما. الجريب. يعني الطفل مثلا عنده ربو تحسسي أو أي شخص عنده ربو تحسسي انصاب بالبارا انفلونزا، انصاب بأي نمط من أنواع فيروسات الجريب، فورا بيصير عنده من الأعراض الجانبية تطور هجمة ربو، للأسف. وبالتالي بيحتاج استعمال موسعات القصبات عن شريط الإرزاز أو استعمال موسعات القصبات الفموية، وحتى في بعض الحالات بنلجأ فيها لاستعمال الكورتيكوستيرويدات اللي هي تماما. عبارة عن مضادات التهاب اللاستيرية من النمط القشري، تمام. يعني بالعامية بيقولوا الكورتيزون. كورتيزون. هدول بنعطيهم جرعات خفيفة مثلا على أول 3-4 أيام مشان نحسن الحالة العامة تماما. لبين ما يطيب الطفل، فبنمنعهم عنهم بنتابع بالموسعات القصبية العادية. تماما. دكتور، وصلنا لموضوع العلاج، واكيد يعني موضوع العلاج، ايمت مثلا الطفل بيحتاج للعلاج بتكتبوا له وصفه وبيروح على البيت، وايمت بيضطر انه هالطفل هذا خلص حالته تحتاج للمكس بالمشفى والمتابعه وجلسات تمام. الارزاز وسؤال ايماها مثل ما ذكرتوا. هلا مثل ما اتفقنا نحن العلاج ببلش من الوقاية. أنا تماما. عندي طفل مثلا عنده مشكلة قصبية صغيرة، هلا في عنا بعاداتنا الاجتماعية السيئة مثلا عادة تقبيل الطفل أو تبويسه. نعم. يعني مثلا ببو صغير بالبيت عنده قدراته المناعية خفيفة، بيكون في شخص أحيانا حامل للفيروس بس ما بتظهر عليه الأعراض لأنه نوعا ما مناعته جيدة، بيقول لك والله أنا عندي شوية وجع بسيط بحالي أو عم بسعل. لما ببوس هالطفل الصغير بيكون في عندي تفاوت بالمناعة بيني وبين الطفل، مناعتي أقوى من مناعته ب 20-30 مرة، الفيروس اللي موجود عندي ما بيعمل لي أي إشكالية، عنده يمكن يمرضه بشكل قوي جدا. طبعا. فنحن بنبلش من الوقاية، إنه أخي الأطفال الصغار ما نبوسهم، بنحط بين قوسين مقولة إذا بدك تضر ولا تبوسه. الشغلة الثانية الأطفال الصغار اللي مرضوا ما بنبعتهم على الرضع أو الحواضن مشان ما ينقلوا العدوى أو ما يلقطوا العدوى من غيرهم. الشغلة الثالثة النظافة الشخصية بالبيت، الطفل بنغسل له ايده، بنخليه ما يتجنب البرد الشديد او يطلع من جو بارد لجو ساخن كثير، او ما يروح يقعد مع اشخاص مصابين بالامور هاي. لنفرض انه الطفل لقط الفيروس وانصاب، مثل ما قلنا نحن نعاكس الآلية الإمراضية للفيروس. الفيروس بيعمل تشنج قصبي وبيزيد المفرزات بالقصبات، فنحن بنعطي موسعات قصبية وبنعطي شيء بيحل البلغم بقلب القصبات تمام. مع خافضات الحرارة والإكثار من السوائل، لأنه السوائل الكثيرة هي بحد ذاتها بتعمل على إماهة البلغم بقلب القصبات. عند الأطفال الصغار كثير الطفل الصغير معروف إذا أنفه مسكر ما رح يعرف يرضع، حطوا له الببرونة بتمه وأنفه مسكر بمصمصتين وبيتركها لأنه أنفه مسكر. تماما. فبنحاول نغسل الأنف كمان بمحلول فيزيولوجي سيروم ملحي مركز بتركيز 9%، بنغسل له أنفه قبل الرضاعة، بننظف له مفرزاته ومن ثم بعدين نرضعه. مع هالعلاج هذا وبالاعتماد على جلسات الإرزاز بيكون نحن تقريبا غطينا 90% من حاجة الطفل. إذا اهتمينا بنظافة الطفل، سوائل الكثير، جو نظيف بقلب البيت، جو نظيف قبل كل شيء، مو والله يعجل الأب يقعد بالغرفة وبيدخن للأسف. وأمه مستعملة نص كيلو كلور بالبيت، أو والله هذاك عم بيعطس وريحة المازوت طالعة والسجادة عم بيكنسوها والطفل قاعد. فهالأمور هاي كلها صار عم تفوت له عناصر محرضة للحساسية وهو بنفس الوقت قاعد معك. فنحن بنقول قبل العلاج جو نظيف، مع الجو النظيف نكتر سوائل، نعطي موسعات قصبات، حالات بلغم، وبالإضافة إلى الإجراءات الروتينية تنظيف الأنف والأمور هذول والسوائل كثير. هلا الأطفال أحيانا بيجونا طفل حرارة كثير عالية، طفل مزلول زلة شديدة أكثر من 40-50 بالدقيقة أو أحيانا 60 بالدقيقة. الطفل عنده إمتى بنلاحظ إنه في علامات جهة تنفسي، تراقص خنابتي الأنف. الطفل للشكل هذا في عندي سحب فوق القص وتحت الأورام، لما بتكشف صدر الطفل مزلول، عم بياخذ جهد عضلي زائد، وبالتالي في يصير عنده سحب تحت الأضلاع وسحب فوق الخص. بالإضافة لرفض الرضاعة. ليش بيرفض الرضاعة؟ لأنه لما بتحط له الببرونة أو تعطيه أي شيء كأنه عم تخنقه، وبالتالي هالطفل بيرفض. فصار بهالحالة استطباب إنه نحن ننيم هالطفل بسوائل وردية ونعمل له جلسات إرزاز ونعطيه كورتيكوستيرويد لتحسين الحالة 24 ساعة. بمجرد ما الطفل بلش يرضع واستعاد عافيته بنتابع علاجه بالبيت. تماما. حقيقة كفيت ووفيت، يعني حتى النصائح الوقائية للأهالي كمان دمجتهم مع العلاج. دكتور ألف شكر لكم دكتور عبد الرحيم أحمد، اختصاصي بأمراض الأطفال وحديثي الولادة، على هالمعلومات القيمة واللقاء الجميل. شكرا لك أستاذ عماد. شكرا لحسن متابعتكم زملائي بالكنترول والبث المباشر، أيضا شيزر وشيرين. للأسبوع القادم ضلوا بخير وسلامة.